اليوم سويت لكم صاج الدجاج والثومية وصفتين في فيديو واحد، أكيد على طريقتي، طريقة سهلة وسريعة. وبنات هاي طريقة الثومية نهائي ما بيها ريحة ثوم ولا بيها ريحة نشا، الطعم مالتها يجنن. كيلو من صدر الدجاج مقطعته بهذا الشكل، خليت عليه مجموعة بهارات راح أذكرها أسفل الفيديو. خليت خاشوقة ونص من دبس الفليفلة، خليت هنا نص استكان من زيت الزيتون أو زيت العادي، أنا استخدم زيت الزيتون. خليت استكان من مي المخلل يعني الخيار أو الخل الأبيض أو الخل الأسود براحتكم. نص استكان من الراشي. أجانس هالمكونات لحد ما تختلط كل المكونات، ولا تنسون إضافة الملح، وأتركها تتبل مدة 3 ساعات هاي أو ساعتين براحتكم. طاوة خليتها على النار لحد ما ينشف المي ويتحمص القص. خليت استكان من النشا وراح أخلي عليه 3 استكانات من المي. أحرك المكونات مثل ما راح تشوفون بنات، وأخليها على النار تكون نار وسط، وإيدي بيها يعني أظل أحرك بيها لحد ما يصير الخليط متماسك بهذا الشكل. وأنا ما يبرد راح أخليه كاسة، أخلي عليه فص واحد من الثوم، أخلي كوب ونص من الزبادي، وراح أخلي نص استكان من الزيت العادي. كل ما تخلون زبادي أكثر كل ما تقللون الزيت، وبالبلندر يطلع لي بهذا الجمال أطيب صوص ثومية، وراح يطلع أطيب من المطاعم. وراها هنا عندي خبز اللبناني أو خبز الصاج براحتكم، خليت عليه القاص وخليت عليه الفنجر وخليت عليه المخلل بهذا الشكل، وحمصه بالطاوة. أهلا وعليكم بألف عافية.